كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن اتخاذ إدارة الكرة قراراً مهماً بشأن مستقبل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، في ظل تألق مصطفى شوبير خلال الفترة الأخيرة مع منتخب مصر، خاصة في معسكر مارس الماضي. وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن أحد مسؤولي إدارة الكرة أبلغ الشناوي برفض فكرة رحيله بشكل نهائي خلال الفترة الحالية، رغم تفكير الحارس في دراسة هذا الخيار، مشدداً على تمسك النادي باستمراره حتى نهاية عقده. وأوضح أن الشناوي يعد من الركائز الأساسية داخل الفريق، وأن الإدارة ترفض تماماً التفريط فيه، ليس فقط لدوره الفني، ولكن أيضاً لكونه أحد قادة الفريق داخل وخارج الملعب، بما يمثله من خبرات كبيرة وتأثير إيجابي على اللاعبين. وأشار المصدر إلى أن النادي يخطط للاستفادة من خبرات الحارس على المدى الطويل، حيث من المنتظر أن يتولى منصباً داخل النادي عقب اعتزاله، في إطار الحفاظ على الكوادر التي تمثل قيمة كبيرة للقلعة الحمراء.